ترديم البابلية كاسدان. الكيشيين زامو أو مازامو هي مملكة تأسست في اللغة الآرية القديمة كردستان. كانت مملكة قديمة تمركزت في سهل شهرزور في محافظة السليمانية جنوب كردستان في المنطقة الممتدة من نهر ديالا إلى بحيرة أوريميا. وكان بها مملكتان جنوبيتان أميكا وأراشتو. يعتقد أن الأشخاص الذين شكلوا زامو هم شعب الجوتي. في أوائل القرن الثامن عشر قبل الميلاد عاش الكيشيون في منطقة همدان كرمنشاه في الجانب الشرقي من زاغروس، ثم هاجروا غربا حيث أسسوا مملكة أطلقوا عليها اسم خانا زانا، والتي ضمت مدينة ماري وتيرقا عند التقاطع الخابور والفرات. وينتمي الكيشيون إلى ديانة شركية ولهم حوالي 30 إلها. إلههم الأعظم هو بالطبع مردوخ. ليس من الواضح ما إذا كان مردوخ هو الإله الذي أحضروه من جغرافيتهم الخاصة أم إله الجغرافيا التي أتوا منها. لقد كان مردوك بلا شك دائما الإله الرئيسي في ساحة بلاد ما بين النهرين، وقد انتشر هذا الإله إلى الثقافات والحضارات الأخرى. وفقا للسجلات البابلية جاء الكيشيون إلى بابل من منطقة زامو. كان لديهم أرستقراطية عسكرية، وكان لديهم قوة عسكرية وأداء جيد. كان الكاشيون أول أرستقراطيين عسكريين في التاريخ. تظهر لنا المصادر التاريخية أن الحضارة الهندية أسسها الكاشيون الكوشيون أسلاف الأكراد المعاصرين، وأن السنسكريتية كانت لغتهم. ولا تزال اللغة الكردية التي أعطت اسمها لهذه اللغة محفوظة في لهجة زازاكي الكردية في الشكل الكردي. عاش الكاشيون في منطقة همدان كرمانشاه على الجانب الشرقي من زاغروس في أوائل القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وكان اسم أول حاكم معروف لهم هو غاندش. خلال الإمبراطورية البابلية القديمة جاءوا أولا إلى منطقة بلاد ما بين النهرين البابلية لبيع خيولهم والعمل كجنود وعمال. ومن المعروف أن أول ملك كاشي حكم بابل كان أغوم الثاني، الذي ورد اسمه في المرتبة العاشرة في القائمة. أعاد أغوم تمثال الإله مردوخ بعد 24 عاما، والذي حمله إلى الأناضول الملك الحثي مرسيلي الأول، وحماه وحرسه مثل البابليين، وكان فخورا بالدخول تحته. ثانيا أيضا قال أغوم إنه تشكل من أحفاد الإله الكيشي سكامونا، وأن هذا الحدث حدث بناء على طلب الآلهة العظماء في بلاد ما بين النهرين أنون وإنليل وإيا ومردوخ وشمش. اكتشاف رسائل تل العمارنة في مصر في القرن الخامس عشر، وهي واحدة من الأدلة المهمة التي توضح تطور العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الملك الكيشي كارينداس الذي حكم في أواخر الستينيات وفيما بعد بين بابل ومصر. بالإضافة إلى ترميم الأماكن المقدسة، بادر الملوك الكيشيون أيضا إلى جمع ونسخ العديد من النصوص الأدبية والحفاظ على هذه النصوص في مكتبات المعابد في مدن مثل أور وأوروك ونيبور وبابل وسيبار. ولو لم يذكروا بنيتهم السياسية، فإن كل النقوش تشير إلى أن الكاشيين استمروا في نهجهم المدرسي التقليدي، وأن أولئك من أصل كاشي ذهبوا إلى المدرسة وأصبحوا كتبة. حتى في العصر الآشوري الحديث كانت بعض عائلات الكتبة تفتخر بأصولها الكاشية. واللغة الكاشية هي نفس اللغة الكردية الهورامانية التي يتحدث بها أهل هورامان اليوم.